مساء الخير، مرحبا بكم في قناتكم العالم الجميل. نقدم لكم اليوم توقعات الفلك والأبراج لمواليد برج السرطان في شهر يونيو 2026. هذا الشهر تتوقف فيه عن كتمان كل شيء وتسمح لنفسك بقبول الدعم الذي طالما تمنيته. يعد شهر يونيو شهرا استثنائيا بالنسبة لك، لأن كل شيء يحدث فيه بالقرب من قلبك. يرشدك عطارد في برجك من خلال مشاعرك وحدسك ويقينك الداخلي، لذا ستدرك أكثر من مجرد الكلمات. ستلتقط نبرة الصوت والنظرة والصمت بين الجمل وما يحاول الآخرون إخفاؤه وراء ابتسامته. إضافة إلى ذلك، وحتى 12 يونيو يدعمك كوكب الزهرة في برجك، وهذه الطاقة تذكرك بأمر هام: ليس عليك دائما أن تعطي وأن تنفذ، وأن تكون الوسادة الناعمة التي يلجأ إليها الجميع في أيامهم الصعبة. يحق لك أيضا أن تتلقى. أنت تستحق الدعم والحنان والاهتمام والشعور بأن هناك من سيحتضنك. يضفي المريخ في وضعية التسديس على ذلك المثابرة والثبات والعزيمة الهادئة، لا خطوات متسرعة ولا هجمات دراماتيكية ولا انطواء على نفسك عند أول مشكلة. سيقودك شهر يونيو إلى قرارات حاسمة قد لا تكون صاخبة، لكنها ستكون بالغة الأهمية. ستكون حساسا لكن ليس ضعيفا، لطيفا لكن ليس عاجزا. وإذا كان أي شخص يعتقد أن برج السرطان لا يبكي إلا على الصور القديمة، فسيدرك في شهر يونيو أن تحت هذا المظهر الخارجي قوة يمكن أن تدوم لفترة أطول من أي بطل ذي غرور كبير. بالنسبة للجانب العاطفي، ستكون أقوى في الحب في يونيو مما تتصور. سيشعر من حولك أنك لا تتظاهر بل تعيش التجربة بكل جوارحك. أنت لست من الأبراج التي تحب بنصف قلب أو تحت الاختبار. قد يمر مواليد برج السرطان المتزوجون بفترة حميمية عميقة جدا. الأمر لا يقتصر على الرومانسية، بل هو تواصل حقيقي ولمسات تشفي، صمت لا مكان فيه للفراغ بل للتقارب، وعلاقة حميمية لا تقاس بالأداء بل بالتواصل. في شهر يونيو قد تنفتح آفاق أكثر حساسية في العلاقة، حيث لم يعد كافيا مجرد العمل كزوجين بشكل روتيني. سترغب في الشعور بأن الطرف الآخر يدركك ويشعرك بالدفء ويعرف متى يقترب ومتى يلتزم الصمت. مواليد برج السرطان غير المرتبطين قد يختبرون علاقة تبدأ بالهدوء، تكاد تكون صامتة، لكنها سرعان ما تؤثر فيهم بشكل غير متوقع. ليس بالضرورة أن يكون شخصا يبهرك بدخوله المفاجئ، بل شخصا يؤثر فيك بالنظرة والهدوء واللمسة. وهذا هو الشعور الغريب الذي لم تقابله منذ زمن طويل. قد يكون حبا يبدأ بحذر وينتهي بغرام شديد. بالنسبة للجانب المهني، قوة هادئة، حدس دقيق، احترام. ستكتسب هذه الصفات أهمية خاصة في العمل خلال شهر يونيو. ستتصرف بشكل مختلف عن أولئك الذين يحتاجون إلى الكلام طوال الوقت والضغط على الآخرين وإثبات أنهم الأهم في المكان. ستكون أنت الشخص الهادئ، ووجود عطارد في برجك يمنحك القدرة على فهم ما بين السطور واستشعار الأجواء والتعبير بدقة عما يجب سماعه. ليس بالضرورة أن تكون الأعلى صوتا، ولكن غالبا ما تكون الأكثر دقة. يتمنى لك المريخ نموا مستقرا، ويتمنى لك نجاحا كبيرا بشكل منهجي وتحسين العلاقات وبناء الثقة واكتساب المزيد من المسؤولية وإنجاز ما يتطلب الصبر. لن تكمن قوتك في السرعة بل في القدرة على المثابرة. حتى 12 يونيو تتمتع بالاحترام المتبادل بين زملائك. سيرى أحدهم أنك لست جديرا بالثقة فحسب، بل عميقا وحساسا وقويا بطريقة غير ظاهرة للعين. بالنسبة للجانب المالي، تقدم قوي سريع، أمان ذكي، وتقليل للنفقات. وشهر يونيو يعدك بالاستقرار المالي، وهذا خبر سار للغاية. يساعدك اقتران المريخ مع الأرض على تجنب الفوضى وعدم التبذير بدافع الذعر وعدم إنفاق نصف الميزانية.
ينصح باستثمار المال في أمور تشعرك بالأمان، ويمكنك الاستثمار في المنتجات المالية والأسهم. ومن المناسب جدا مراجعة وثائق التأمين وإعادة تمويل القروض وتكوين مدخرات وإيداعات لأجل أو ترتيب مالي يمنحك مزيدا من راحة البال للمستقبل. بالنسبة للجانب العائلي، الرعاية والعودة وأمور الماضي التي يجب ألا تشغل بالك. ستكون العائلة موضوعا محوريا في شهر يونيو، هذا ليس مفاجئا لك. تتميز بعلاقة وثيقة مع الجذور والأحباء. هذه المرة لن يقتصر الأمر على الرعاية الروتينية وشؤون العائلة، وقد تحتاج إلى رعاية أحد أفراد الأسرة وخاصة الوالدين أو الأجداد بشكل محدد، مساعدة وزيارة ومرافقة ومحادثة ودعم عملي، أو حتى مجرد وجودك، وهذا يغني عن 10 رسائل سريعة. يومك المحظوظ هو 8 يونيو، حيث تشعر بمزيد من السلام والدعم وفرصة لتحقيق الأرباح. من ناحية أخرى، يوم 29 يونيو هو يوم قد تشعر فيه بالإرهاق وبعض المتاعب الصحية. هذه كانت توقعات الفلك والأبراج لمواليد برج السرطان في شهر يونيو 2026. نتمنى لكم شهرا سعيدا، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد وممتع من قناتكم العالم الجميل. نايس وورلد. أشكركم وإلى اللقاء.